الفكره بتاعت كوسكو زي ما قلت لك ان انت عندك نوعين من الممبرشيب هنا، في اللي ب 60 دولار دي بس عشان تخش وتشتري، وفي اللي ب 120 دولار ودي عشان يرجع لك 2% من قيمه المشتريات بتاعتك لمده سنه. صباح الخير. النهارده الويك اند وانا محتاج ان انا اروح اشتري شويه حاجات من ضمنها لحمه حلال، ودي مشكله بتواجه كتير قوي من الناس اللي عايشين هنا ان مفيش لحمه حلال كتير. النهارده هروح واوريكم كوسكو. ده محل كبير شويه او كبير قوي، عامل زي كارفور كده، بس الحاجات اللي فيه بتكون معظمها زي الجمله شويه. هنروح نشوف الحاجات اللي هناك. في واحد جنب البيت عندي في اخر الشارع، لكن المشكله عندي ان ده ما فيهوش لحمه حلال، وانا عارف ان طعام اهل الكتاب يحل لكم، لكن هنا الوضع مختلف شويه في سان فرانسيسكو او في كاليفورنيا، ان انا مش عارف اذا كان الناس هنا اهل كتاب ولا لا. في ولايات تانية في ناس مسيحيين كتير انا قابلتهم وده تمام، لكن هنا في كاليفورنيا الناس ما عندهمش دين خالص، معظمهم ملحدين، وكمان تحس ان هم ضد الدين شويه، فما اضمنش ان الاكل اللي يكون هنا يكون حلال او لا. فبضطر ان انا اروح لمكان بعيد شويه، في سوبر ماركت هناك او في كوسكو هناك اسمه بزنس اريا او بزنس سنتر، فده اللي هروحه النهارده. دي المشكله اللي بتواجهني. في مطاعم حلال هنا وكل حاجه، لكن مطاعم الحلال اللي هنا بيكون الاكل فيها غالي جدا، وكمان المحلات اللي بتبيع لحمه حلال ساعات كتير قوي بيكون اللحمه متخزنه بقالها فتره، فما بتكونش فريش قوي، فده بيبقى طعمه مش حلو. ساعات بحس ان اللحمه لونها ازرق شويه، فانا بضطر ان انا اروح مكان تاني بعيد حوالي ساعه بالبارت، او النهارده كمان هاخد اتوبيس. بالنسبه لي هيكون احسن عشان اروح هناك واشوف اللحمه الحلال اللي موجوده. وفي مخزن كبير قوي او ثلاجه كبيره قوي من اللحمه الحلال، وهوريكم الاسعار اللي انا بتصدم منها. يعني هوريكم اللحمه الضاني هناك اسعارها عامله ازاي، وانا بحبها جدا، فهنشوف. يلا بينا. الباص هنا ليه مواعيد، يعني انا بس عشان هركب باص معين عشان اروح المكان ده، انا عارف ان الباص ده هيجي الساعه مثلا 42 دقيقة. انت عارف ان هو هيكون موجود 42 دقيقة، وعارف ان هيقعد دقيقة واحدة بس، فانت لازم تكون عامل حسابك على حاجة زي كده. الباص ما بيجيش في اي وقت، ما بيتأخرش، ولو اتأخر بيكون فيه سبب حقيقي لده، وكمان ما بيقفش في اي حتة. ودي من ضمن الحاجات، الباص ما بيقفش في اي حتة، مش عشان على جنب يا اسطى مش موجودة هنا. ايه اللي بتعمله ده؟ ايوه يا استاذ، في ايه؟ في اي مكان في العالم بصراحة الباص بيقف في الحتة اللي انت في المحطة بس غير كده لا، ممنوع. طيب انا دلوقتي بعد ساعة وصلت الكوسكو بزنس سنتر، وهحكي لكم شوية عن كوسكو. كوسكو اتأسست 1983، وكلمة كوسكو اصلا هي كانت عاصمة من عواصم الانكا اللي هم السكان الاصليين في امريكا اللاتينية، ومعناها مركز الارض يعني. فكوسكو ده لازم تعمل فيه ممبرشيب او عضويه. في نوعين من العضويات، اول واحده ب 60 دولار في السنه، ثاني واحده ب 120 دولار. اللي ب 60 دولار عشان بس تخش، 120 دولار ودي اللي انا اعملها بترجع لك 2% من مشترياتك طول السنه. يعني انا مثلا اشتريت حاجات تقريبا مش عارف تقريبا 9000 حاجه زي كده طول السنه، فدلوقتي هاخد 129 اشتري حاجات ب 129 دولار يعني. بس ده كوسكو اللي في بيزنس سنتر، ده الوحيد اللي فيه لحمه حلال هنا. هدخل دلوقتي انا دخلت كوسكو. دي الحاجات اللي بتتخن بقى، بس اسعارها يعني مثلا دي كلها، كل بسكتس دي عامله 7 دولار ونص. تشيزي انا بحبها جدا بس 15 دولار. طبعا العلبه دي كلها ب 15 دولار. مش عارف اذا كان لسه موجود في مصر ولا لا، بس حاجه كانت زيه كده، مش فاكر كان اسمها ايه، بس كنت بحبها قوي. طبعا دي احسن بكتير، دي عامله حوالي 8 دولار. كل الحاجات دي بتتخن، كل الحاجات دي بتتخن قوي قوي قوي. الحلو في كوسكو اللي هنا ان
ان في عرب كتير بيجوا هنا عشان خاطر اللحمه الحلال. ده برضو من ضمن الحاجات اللي بتتخن جدا، عامل $11. ده زي قراقيش كده وجواها زبدة فول سوداني، طعمها حلو قوي، بس هتلاقي الكرش بيدلدل بسرعة. نفس الكلام هنا برضو الأسعار. فدي مثلا لو انت عندك عايز مثلا تتفرج على فيلم بتاع بالليل وهتقعد تقرقش في حاجة او تعض في حاجة وحضرتك مش متجوز، فتعض في دي احسن، بس ما هتتخن قوي. فدي الفكره بتاعت كوسكو. زي ما قلت لك ان انت عندك نوعين من الممبرشيب هنا، في اللي ب $60 دي بس عشان تخش وتشتري، وفي اللي ب $120 ودي عشان يرجع لك 2% من قيمه المشتريات بتاعتك لمده سنه. دي بتكون يعني نافعه الى حد ما، يجي لك مثلا مبلغ مش كبير، بس ممكن مثلا يكفيك اسبوع الحاجات في البيت. مثلا ال $129 دول هوريك ممكن تجيب بيهم ايه هنا. طبعا برينجلز هنا، برينجلز عظيم جدا، بس برضو الحاجات دي لازم اوقفها. $22 او 23 الصغيره، او لا الكرتونه دي كلها مليانه بقى، دي ب 31 برضو. فالحاجات اللي بتخن كلها. الدوريدوس حبيب قلبي. بالنسبه للدوريدوس هنا، انا كنت عايش برضو في المكسيك. الدوريدوس ده هناك ده عامل زي مثلا ايه اللب والسوداني في مصر. فبتلاقي في محلات بس للدوريدوس وبيشتروه بالكيلو مثلا، او تلاقي شوال دوريدوس، ومحلات فيها كل النكهات. طبعا رفيق الطفولة شيتوس، ده الكيس ده كله عامل $7. بس الكيس مش زي اللي في مصر مثلا نصه هوا، لا الكيس مليان يعني. طبعا دوريدوس هنا الحجم ده كبير قوي، الحجم ده كبير جدا، فمش عارف هتعمل بيه ايه ده كله. احجام عظيمه جدا. هو كده كده اصلا الامريكان معروفين ان هم اكتر الناس اللي عندهم سمنه. بص ده مثلا ده مثلا كل ده دوريدوس. هنا بقى نخش على الستاربكس، طبعا مقاطعه ولاد كلب، فاحنا مش ناخدش منهم اي حاجه دول. دي حضرتك كل دي المنتجات بتاعت ستاربكس، طبعا كل ده مقاطعه يا ولاد الكلب. الالبان مثلا كرتونه اللبن تلاقيها عامله 19 او 20 او 19 ونص يعني، ولا 20. احنا لسه كده في الالبان. طبعا الالبان دي حقيقيه يعني، مش ميه. زي ما قلت لك هي بتتباع كلها بالجمله. كل ده طبعا الحاجات دي كلها مليانه سكر، الحاجات دي كلها بتخن، لا انصح بيها يعني. الكرتونه دي كلها فيها مثلا 24 ب $35، بس كل ده مقاطعه يعني زي ما احنا عارفين، احنا مش هنفكر حتى فيهم، واللي بيفكر فيهم ده بيبقى قرد لا مؤاخذه. انا بقى اوريك ال $129 مثلا دول يجيبوا لك ايه. ده مثلا خروف حلال عامل 117، فانت ممكن تجيب خروف كامل حلال ب $120. ده بط اهو، ده حلال برضو، كل ده حلال. دي فخده ضاني حلال، الكيلو عامل 39. دي مثلا فخده ضاني، شوفها عامله كام. لا وفخده يعني، دي عامله 29. دي عظيمه قوي، انا جربتها قبل كده اصلا، حلوه جدا. في الضلوع اللي جوه دي
دي برضو عظيمه قوي. هنا قربنا من الحاجات اللي بص ده مثلا، ده حلال كله. نفتح كده ونشوف. ده لحمه جوت معيز، ده عامل $69 بس عظيم يعني، ده هيقعد معاك فتره طويله قوي. في هنا والله انا ممكن اجيب دي، كل ده حلال. خش بقى في الاسماك اللي هنا. ولاول مره وسابقه ان يبقى فيه صدور دجاج حلال او صدور فراخ لا مؤاخذه حلال اخيرا، وناجتس حلال برضو. عظيم، كويس احنا جينا في الوقت ده. دلوقتي بقى جينا عند البطاطس. انت متخيل ان دي كلها الشوال ده كله ب $11 و29 سنت بس؟ ده كل ده يا قناوي يا استاذ الله، ايه حكايه البطاطس في البلد؟ عظيم طبعا. بص هو عامة الفكرة كمان ان كوسكو هو المكان اللي بيشتري منه المطاعم كمان. دي مثلا نوع تاني من البطاطس عامل تقريبا $8 لكل ده. بس دي مش بطاطس، دي بطاطا. ودي نوع تاني من البطاطس. فتخيل كل الشوال ده عامل 11 سنت. ده نوع تاني من البطاطس بس دي صغيرة قوي. ده عامل $8. دي بطاطس ضخمة جدا، ده عامل $5.50. ده طبعا اسعار عظيمة جدا للي عنده اسرة او اللي عنده مطعم. ده ب6. البصل بقى، الشوال ده كله شوال صغير شوية، ده عامل 39. ده عامل 10.5. المفاجأة بقى ده الشوال ده كبير جدا، ده عامل 46 بس. فانت لو عندك مطعم انت بتشتري بقى الحاجات دي من هنا، او لو في اسره كبيره شويه وعايشين هنا اعتقد شوال زي ده ممكن يكفيهم، مش عارف، ممكن شهر مثلا، اعتقد شهر. من الحاجات اللي انا بحبها جدا برضو الكوكونات اويل. انا بحب الكوكونات بشكل عام على جوز الهند يعني، بحبه جدا. البطرمان ده كله عامل حوالي $20. فالبطرمان ده هيقعد معاك فتره طويله قوي يعني كتير جدا كمان. بكون عايز اشتري حاجات زي كده بس بلاقي ان هي انا مش هخلص ده وهيفضل هركنه فين. فاهمين قصدي ايه؟ يعني لو اسره كبيره ده هيبقى عظيم قوي. زيت الزيتون طبعا، زيت الزيتون مش هنتكلم بقى، انت بتتكلم في فلسطين وتونس والمغرب، بالنسبه لي هم اكتر بلاد زيت الزيتون فيهم حلو. بس ده كله عامل 14 او $15. طبعا الجيركن ده كبير قوي يعني، كبير جدا كمان. مثلا ده شكارة القمح حوالي 22 كيلو وشوية، دي تعمل لها $15. فانت عظيم قوي. بص 22 كيلو دي عظيمة. في نفس الاسعار تقريبا بس ده اغلى شوية، ده عامل 20.
ده عامل 16 و79. طبعا بيبقى مكتوب عليه مثلا الجلوتين اللي فيه بيكون عامل ازاي، عشان هنا الناس محسوكه قوي. ده برضو عامل 19. كل ده الدقيق ده مثلا، دي شكارة دقيق، ده 11 كيلو ونص، ده عامل 8 دولار. فانت بتتكلم 11 كيلو دقيق عاملين 8 دولار، يعني صباح الفل. ده 15، ده نوع تاني. سكر، شوال سكر، عامل 11 دولار. طبعا السكر ده هيقعد معاك فتره، يعني لو انت فاتح مخبز بقى. ده مثلا كل ده 8.5 دولار. اللي انا اكتشفته هنا زي ما قلت لك ان معظم الناس اللي عندهم مطاعم بيشتروا من كوسكو، الا لو يقدروا يجيبوا من مزارع بقى، دي حاجه تانية يعني، خصوصا لو لحمه. الطماطم الكرتونه دي كلها عامله 8 دولار. ودي شوية توميتو بتاعت ارضك بتنده تعالى، دي مثلا عامله 9 دولار. والعيدان انا مش فاهم ليه فكره العيدان دي عامله 6.5. دي بقى اللي هي الايه، الحاجات الصغيره بتاعت السلطات، عارف انت، لو شويه سلطه بتاع. دي عامله 7 دولار. اللون عظيم هنا، مش عارف ليه، حاسس ان الالوان محمره زي على زوم يعني. يا رب تكون الكاميرا جايبه صحيح اللون، بس الالوان محمره قوي. مثلا الكرتونه دي كلها على بعضها عامله 22 دولار. ده الاكبر شويه. الحاجه كلها متنقيه بشكل كويس. دي عامله مثلا 23 دولار. يعني انت لو خدت بالك هتلاقي ان مفيش واحده مثلا مضروبه، واحده بايظه، واحده مش عارف ايه. طيب البايظ بقى والمضروب ده، او مثلا مستوي شويه، ده بيروح فين؟ ده بيروح على بنك الطعام. وانا بنزل من وقت للتاني بنك الطعام، يعني بنزل اعمل شويه كراتين زي كده لكبار السن والمشردين اللي موجودين في سان فرانسيسكو. الموز، بس الموز هنا طعمه بحس ان هو عامل زي طعم الخيار شويه. ده عامل 2 دولار. دي كلها عامله 2 دولار اللفه دي. بس زي ما قلت لكم الموز هنا يعني مش بحبه قوي. في ده اكبر شويه. ايه يا ابني ده فيه ايه؟ اهدى، كبير قوي ده. ده عامل 9 دولار. والكيوي، الكيوي عامل 9 دولار برضو. دلوقتي هنخش التلاجة يا فخري. ده مثلا اللبن عامل 6 دولار. البيض، كان عندنا مشاكل كبيره قوي في سان فرانسيسكو في البيض. كرتونه البيض عامله 18 دولار ونص. طبعا في ناس تقول لك ده الاسعار دي غاليه جدا. يا باشا هو مقارنه للمرتبات فدي تمام يعني. دي كرتونه البيض دي كلها، دي مثلا عامله، دي اصغر، دي عامله 6 دولار ونص. الجو برد قوي في الثلاجه. انا جوه الثلاجه دلوقتي جاي عشان اشوف اللحمه الحلال. طبعا حبيب الملايين وصغار السن الكمشي، برطمان كمشي عامل 12 و7. محبين التوفو 6 ونص. ده حلال؟ لا ده مش حلال. السلمون
عامل 23. وعامة على طول السلمون غالي، بس دي الحته دي عامله 23. لا دول كده كلهم عاملين 23 24 دولار. ده لسه رخيص على فكره، السلمون اصلا غالي. طيب دلوقتي كرتونة البرتقال دي عاملة 10 دولار. في نصيحة عايز اقولها برضو بالنسبة للحمة الحلال. لما يكون في مسلمين وجايين امريكا، ما تقولوش ان انتوا مسلمين وانتوا في المطعم. يعني ما تقولش الواحد انا مسلم فمش عايز يبقى في اللحمة تكون فيها خنزير او مطبوخ فيها خنزير. هو مش هيفهم ده. هو فاهم ان احنا كمسلمين ما بناكلش الخنزير بس، لكن ممكن نشرب شربته. فاهم قصدي ايه؟ فانت عشان تريح دماغك قول له ان انت عندك حساسيه من الخنزير، ده هيبقى احسن. هو هيخاف، لان انت لو عندك حساسيه من الخنزير ايوه بتوع ستاربكس استغفر الله، عشان انت لو قلت له انت عندك حساسيه من الخنزير، هو هيخاف انه يدفع لك تعويض لو حصل لك اي حاجه. طبعا الخوخ هنا حجر ممكن تقتل بيه بني ادم. ده عامل 7 دولار، بس ريحته حلوه، ريحته حلوه جدا. بس حجره لازم يستوي شويه. العنب التوت البري هنا شويه، دول عاملين 6 دولار، بس هو طعمه حلو جدا. هنا سأسكت قليلا. هنا نسكت قليلا. الفراولة من احلى الحاجات اللي انا اكلتها في امريكا. طعمها قوي ومسكر جدا، عامله 8 دولار. بس الفراولة هنا، الفراولة في امريكا حاجة تانية. دول عاملين 5 دولار ونص. بس الفراولة هنا يلهوي حاجة تانية، حياة. الفراولة هنا مختلفة جدا. دلوقتي جينا عند قسم اللحوم. بص هو عامة لما بلاقي اللحمة فيها حاجة زي كده، حتى لو مكتوب عليها حلال بخاف. بس برضو من باب العلم الشيء، ده الكيلو عامل 7.5 دولار. هي حلال بس مش عارف. فانت مثلا عندك عزومه بتاع، وده مثلا دي كتير قوي، كتير جدا. هو العظيم برضو هنا ان اخيرا لقيت فيه، لا مش ده ولا ده ولا ده، هو ده سوسج حلال. دي كلها عامله 15 دولار سوسج حلال. بس طبعا حر جدا، حار سبايسي. بص هو عامه السوسج احنا مش عارفين هو بيتاكل معمول من ايه اصلا، بس طعمه حلو. احنا مش عارف هو معمول من ايه، فبتتعامل معاه معامله الكبده اللي في مصر. احنا لا تسال ولا تجادل يا اخ علي. طيب هنا بقى الجزء المحبب لاي حد بكرش زي. فانت مثلا عندك الجبن بقى، نتكلم بقى في البارميجان والموتزاريلا وكل الحاجات اللي ايه. بص الكيس ده كله ب 13 دولار لا كبير جدا، ده كبير قوي، كبير قوي قوي قوي. 2 كيلو ونص تقريبا. مش كده مش هقدر اعمل بيه حاجه، لازم يبقى فيه اسره كامله عشان يعرفوا ده برضو حوالي 26 دولار. انا اصلا عاشق للجبنه. ده عامل 17. دي كلها الفيتا تشيز دي، كل ده عامل 31. يعني ده اسره مكونه من زوج و4 زوجات و30 عيل، ممكن يتعشوا بيه مثلا بالليل. في القالب ده كله، واو.
هندلدل من كتر الاكل. زي ما قلت اللحمه هنا اللحمه معظمها حلال، بس انا بخاف لازم يكون مكتوب عليها حلال، عشان خاطر لما بلاقي فيها دم زي كده انا بقلق بصراحه. بس مثلا ده عامل 14 ونص 15 للكيلو، الضلوع دي عامله 16 قول 17 للكيلو. دي كلها عامل 300. ده البقري. ده عامل 8 للكيلو، او الرطل، انا اسف انا بقول كيلو كتير بس هي المفروض ان هي رطل. ف ده عشان فيها دهون شويه. دي كلها عامله 74 دولار كلها على بعضها. طبعا دي تقيله جدا. دي عامله 10 تقريبا ونص. ودي كلها عامله 206. فانت طبعا لو عندك محل او لو عندك اسره كبيره اعتقد ده هيجازي معاك جدا، لان انت ده يبقى مثلا الخزين بتاعك لمده شهر مثلا. يعني مثلا لما حسبت انا بصرف كام على الاكل هنا في سنه، اكل وشرب وتنظيف مثلا بهارات وسمنه وزيت وسكر، خزين بشكل عام في السنه مثلا اكتشفت ان انا عملت لي بتاع حوالي 8000 دولار مثلا في السنه. البيكلز الامريكان هنا برضو مجانين بالخيار المخلل، بيحبوا الخيار المخلل جدا. من الحاجات اللي انا بحبها قوي الجبن دي عامله 13. فيها انواع جبن كتير او 4 انواع جبن. ليش انا بقى في الجو ده؟ في ناس بتحب الحاجات دي، انا البعث دي انا ماليش فيه. بس ده عامل 9 دولار يعني. هيجي واحد يقول لي طب يا استاذ مدبولي ليه هنا في حلال وفي اماكن تانية ما فيش حلال؟ بمنتهى البساطه عشان الناس هنا مثلا في ناس مسلمين او عرب عايشين في المنطقه اللي احنا فيها الكوسكو ده، و انا قريب من حته اسمها سان برونو ودي فيها عرب كتير ومسلمين كتير. انا مثلا لما بحب اروح اكل منسف اردني، وانا اكيل منسف قوي ولازم يكون اصحاب الاردنيين يعرفوا ده، لازم يكون منسف بجميد كركي. ده اللي هو منسف تاكل يوم الجمعه بعد الصلاه تصحى يوم السبت بالليل. ف دي المنطقه اللي انا بروح اكل فيها منسف لما يهفني الشوق يعني. وعشان كده في كتير قوي من العرب والمسلمين اللي موجودين هنا في المنطقه دي. ف بيكون في لحمه حلال. يعني مثلا البنت اللي موجوده على الباب دي بنت اعتقد من اصل هندي او باكستاني، واسمها حلوه واسمها مشكات. فهم بيحبوا يجيبوا الاسامي اللي في القران يعني، فهي اسمها مشكات وده اسم عظيم جدا. زي عندنا في مصر تلاقي واحد اسمه مثلا اسكندراني تلاقي اسمه في الصلاه على النبي مثلا عليه الصلاه والسلام. فبيحصل يعني.